السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي أخطط الكوع 90 درجة، أو بمعنى أدق إيجاد السنتر لاين ديجري بتاع الكوع. يعني إيه سنتر لاين ديجري؟ زي ما شرحنا في الفيديوهات السابقة، أنا عندي زي مثلا ما بنعمل على الماسورة الخطوط دي بنسميها السنتر لاين ديجري. بنعمل الخطوط دي ليه؟ يعني مثلا أنا عايز أعمل ولد، عايز أعمل بنطلون، عايز أعمل أي حاجة، فلازم أخطط الماسورة بالشكل دوت. فبنسمي الخطوط ديت السنتر لاين ديجري، والأرقام ديت اللي هي الزوايا: زاوية 0، 45، 90، 35. وعرفنا إزاي بنجيب الزوايا ديت في الفيديوهات السابقة، وعرفنا ازاي بنخطط الماسورة في الفيديوهات السابقة. هنحاول نحطها تحت في أسفل الفيديو في صندوق الوصف للي ما شافهاش قبل كده. حاول تشوفها ونرجع مع بعض نكمل معانا الفيديو بتاع الكوع. طيب، أنا عايز أعمل إيه في الفيديو بتاع النهاردة؟ عايز أخطط الكوع 90 درجة زي ما بخطط الماسورة. ليه؟ هو ده هدف الفيديو بتاع النهاردة. أنا عايز أخطط الكوع عشان أقدر أقطع درجة من كوع. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. احنا لما بنيجي نقطع درجه من كوع بناخد نقطه في البطن، ونقطه في الظهر، ونقطه في الجنب هنا وجنب هنا، وبنعلم ونشنكر. ده بالنسبه للاخطاء الصغيره. طب نفترض ان جالك مثلا كوع قطر كبير 10 بوصه فما فوق، 12 بوصه، 16 بوصه، 20 بوصه، والمطلوب منك انك تقطع منه درجه ايا كانت الدرجه ديت. ولا ناخد مثال، مثلا احنا هنقطعه مثلا 45 درجه، هنقطعه نصين. فبالتالي القطر بتاعه كبير، فما ينفعش ان انا اخد 4 نقط بس. هيبقى المسافة بين النقطة والنقطة بعيد قوي، وهتبقى النتيجة مش يعني الجودة بتاعت القطع مش مظبوطة. فبالتالي ان انا محتاج ان انا اكتر النقط. يعني عايز بدل ما هي 4 نقط مثلا عايز اخليها 8 نقط. يعني مثلا نقطة في البطن، نقطة في الظهر، نقطة في الجنب هنا، نقطة في الجنب هنا، ونقطة في 45، نقطة في 5، وهكذا. فأنا عشان أجيب أحط النقط ديت محتاج إن أنا أكتر الخطوط. بدل ما أنا مخطط 4 نقط محتاج 8 و16. كل ما قطري ما بيزيد محتاج إن أنا أخطط. ده رقم واحد. رقم اتنين والأهم، إن أنا دلوقتي مثلا محتاج إن أنا مثلا عايز أعمل من الكوع دوت، مثلا محتاجين نعمل مثلا شوز. هنقطع الكوع دوت هنعمله شوز. فبالتالي محتاج ان انا اخطط الكوع زي ما بخطط الماسوره عشان احط النقط بتاعه ان انا هقطع عليها الشوز. فبالتالي الطريقه لازم اخطط الكوع، سواء بقى القطر ده كبير او صغير. عايز اعمل شوز من كوع 10 بوصه لازم اخططه 8 نقط او اكتر. كوع عندي 4 بوصه لازم اخططه اكتر طبعا من 8 نقط. عندي كوع مثلا 3 بوصه برضو محتاج ان انا 8 نقط. ففي الحاله التانيه ديت انا محتاج ان انا اتعلم الاول ان انا اخطط الكوع ازاي، السنتر لاين ديجري، عشان بعد كده لما انا احب اعمل الشوز اقدر ان انا ابقى انا عندي عرفت انا ازاي اخططه. وده الاهم. طيب، الطرق بتاعه تخطيط المواسير كتيره. الطرق بتاعه تخطيط المواسير كتير. احنا هنشرح طريقه منهم، بس الاهم من اي طريقه. يعني مثلا من ضمن الطرق ان انا عشان لما اجي احب مثلا اوجد الخطوط دي بعمل ايه في الماسوره. يعني احنا لما نحب نخطط الماسوره بنعمل ايه؟ بنجيب القطر بنعرف القطر بتاع الماسوره بالملي، وبضرب فيه 3.14 والناتج بقسمه على عدد الخطوط اللي انا عاوز اعملها. عايز اقسم على 8 نقط زي ما بنعمل في الامثله بتاعتنا ال4 بوصه. فبقسم على 8 فبيديني ناتج مثلا 44 و7. فبالتالي لو انا عايز اعمل الطريقه ديت مع الكوع، فبحسب القطر الخارجي 114 وبضربه في 3.14 والناتج بقسمه على 8 بيطلع لي الرقم، فبقدر اقسمه. بس الفرق بين الكوع والماسوره ان انا الماسوره بقدر اخد خط في اي مكان في الماسوره ومنها، وبالتالي بقيس بقى بالمتر او حاجه المسافه بتاعتي اللي هي طلعت على الآلة الحاسبة، وابدا ان انا احط النقط بتاعتي زي ما اتعلمت. اما بالنسبه للكوع الكلام مختلف.
لازما الكوع لازما بقى ايه اجيب ال90 بتاعه، سواء هنا لازما اعلم اعكس الكوع 90 سواء هنا او في الجنب او فوق. المهم لازما ايه اجيب نقطه في السنتر او في المركز بتاع الكوع، ومنها ان انا ايه اقسم. ما ينفعش اخد اي نقطه في اي جنب وايه واقسم بقى ايه المسافات بتاعتي 8، لا لازما اوجد اسنتر الكوع. فبالتالي فكل الطرق بتبدا ان انا لازما اعكس الكوع عشان ان انا ايه اعلم منه. طيب الطريقه بتاعت النهارده هنعمل طريقه جديده مع بعض. انا مثلا ايه هنرسم على ورقه، هنرسم على ورقه او مثلا بليت او ايا كان القطر بتاع الكوع اللي انا شغال عليه، وهقسم الزوايا او الثمان نقط. احنا هنقسم الكوع بتاعنا على 8 نقط. طيب نفترض ان انا معيش برجر، نرسم مربع. هنرسم مربع، الطول ضلع المربع يساوي طول القطر بتاع الكوع بتاعنا. طيب الاوت سايد دايمتر بتاع الكوع بتاعنا كام؟ 114 مللي. هناخد خط، بس احنا ايه هنطول بقى الخطوط بتاعتنا. ادي ناخد خط هنا بالشكل دوت، وبعدين نقيس 114 مللي بالشكل ده، بالشكل دوت، وناخد خط. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنرسم مربع، طول ضلع المربع يساوي قطر الكوع 4 بوصة اللي هو بيساوي 114 مللي. تمام. ليه؟ احنا دلوقتي عايزين نعكس، عايزين هنعمل ايه خطوتين في خطوة واحدة. هنعكس الكوع عشان منه نقدر نوجد الثمان نقط بتوع الكوع عشان نخططه، عشان هنعمل منه الكوع الجزمة إن شاء الله تعالى. ادي الضلع التاني 114 ناخده تحت عشان احنا عايزين نطول الخطوط دي، عشان هقول لك ليه هنطولها ليه تعرف دلوقتي. ادي 114 نطلع كده عشان ايه فوق 114 وناخد خط بالشكل ده. احنا كده رسمنا مربع، طول المربع دوت 100، طول المربع دوت 114 مللي، اللي هو القطر بتاع الكوع الأربعة بوصة، الأوت سايد دايمتر بتاع الكوع الأربعة بوصة. طيب إيه الخطوة التانية؟ الخطوة التانية عايز بقى أعكس. يعني احنا دلوقتي عاوزين مثلا الكوع اهوت، عاوز أجيب النقطة السنتر بتاع هنا والسنتر بتاع هنا والسنتر بتاع هنا والسنتر بتاع هنا. عاوز أجيب الأربع نقط، الأربع أكسات، الربع بتاع الدايرة دي والربع بتاع الدايرة دي والربع بتاع الدايرة والربع بتاع الدايرة دي. لازم احنا هنعكس الكوع من الأربع نقط. تمام. نقطة هنا، نقطة هنا، وتحت ويمين وشمال تسعينات. طيب عشان أعمل كده هضطر إن أنا أعكس المربع. يبقى أنا محتاج نص قطر بتاع الماسورة الأربعة بوصة. 114 على 2 بيساوي 57 ملي متر. نص القطر الخارجي بتاع الأربعة بوصة ادي 57 ملي. انا عايز اطول دي لتحت عشان خاطر طول الكوع، نجيب طول الكوع، وادي 57 ملي. ونعكس برضو هنا 57 ملي، ونعكس هنا 57 ملي.
وناخد خط، ايه بالطول بالشكل ده، وناخد خط بالعرض بالشكل ده. اصبح النقطة دي ده سنتر الكوع. انا المفروض ان انا ارسم دايرة، بس طبعا نفترض ان انا معناش برجل، احنا شغالين في الزاوية، فاحنا هنرسمها مربع ونسهل على نفسينا. تمام. اصبح المسافة من هنا لهنا ده 57 مللي. تمام. وبرضه المسافة من هنا لهنا 57 مللي، اللي هو نص القطر. طيب احنا دلوقتي أكسنا الأربع نقط. أكسنا إيه؟ الأربع نقط. لو حطينا الكوع ده كده بالشكل ده، لو حطينا الكوع بالشكل دوت، حاول أنقل بس الكاميرا عشان إيه الدنيا تبان معانا. إيه أتمنى بس إيه إن إيه تبقى الدنيا واضحة معاك. أدي الكوع داخل المربع أهو بالشكل ده أهو. أصبح إن إحنا كده جبنا الأربع نقط، النقطة بتاعت الجنب اهيت مع الخط ده، والنقطة بتاعت البطن مع الخط ده، والنقطة اللي ورا في الظهر بتاع الخط دوت، والناحية التانية هكذا. طب أربع نقط، أنا عايز أجيب بقى 8 نقط، أنا عايز أجيب التمن نقط. هنعمل إيه؟ نكمل رسم، نركن الكوع ونكمل رسم. نكمل رسم إزاي؟ هقول لك. هروح جاي مأكسين تاني إيه؟ المربع. طبعا الزاوية دي طبعا دي 90. الزاوية دي طبعا إيه؟ 90 درجة. هنقسمها نصين هتبقى 45. هنقسمها نصين هتبقى كام؟ 45 مع اللي تحت اهي بالشكل ده. دي كده اهي بقت دي 45 صح كده. نروح جاي هنا كده الناحية التانية، ادي 45. اصبح هنا لو حبينا نعد النقط، ادي نقطة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. ادي التمن نقط اللي احنا عاوزينهم. ادي التمن نقط اللي احنا ايه عايزينهم. تعال نرقم بقى الدرجات بتاعتنا. يبقى نخلي الزاوية دي 0، الزاوية دي 45 درجة، الزاوية دي 90 درجة، الزاوية دي 135 درجة، الزاوية دي 180 درجة، الزاوية دي نرجع تاني 135 درجة، الزاوية دي 90 درجة، الزاوية دي 45 درجة، ونرجع تاني للزيرو زي ما بنعمل في الماسورة دي. 0، 45، 90، 135، 180، ونرجع تاني ايه 135، 90، 45. أو لو حبيت ترقمها 1، 2، 3، 4، 8 مفيش مشكلة. دي ممكن تبقى 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. تمام. بس احنا دايما بنحب ان احنا نشتغل بالزوايا افضل يعني. طيب احنا دلوقتي ايه ادي التمن نقط، عايز احط النقط بقى ديت على الكوع. نعمل ايه بالشكل ده كده. نحط الكوع بالشكل ده، نظبطه
نحاول نرجع الكاميرا ورا شوية عشان الدنيا تبان أوضح. بالشكل ده كده أهو. نظبط الكوع. أنا عايز أوضح لك الدنيا على قد إيه ما نقدر. ادي الكوع محطوط جوه المربع بالشكل ده كده، او نظبط بس الدنيا اهي. نظبط رايله الكوع على اول الخط من هنا، على اول خط من هنا بالشكل ده اهو، بالشكل ده. طيب احنا مطولين الخطوط دي ليه؟ الخط ده مطولينه ليه ودوت مطولينه ليه؟ هقول لك. انا دلوقتي عاوز اعلم اللي تحت. انا عندي طريقتين، يا اما هعلم اللي تحت زي ما تشوف دلوقتي واروح قالب الكوع، يا اما هعلم تحت وفوق بطريقتين مختلفين، وليك اللي انت الاختيار اللي تشوفه. انا عن نفسي هعلم ايه هنا واعلم هنا مره واحده من غير ما اقلب. ماشي. طيب قبل ما اعلم لازم اظبط الكوع ده. ممكن الكوع دوت يكون لافف كده يكون لافف كده، فالعلامه مختلف، فلازم اظبط الكوع. اظبط الكوع ازاي؟ بعد ما ظبطت من تحت الكوع على العلام بالظبط، هروح جايب الزاويه بتاعتي واحط الزاويه هنا على، اجيبها على اول الكوع من هنا. على اول لازم يبقى عامل ايه مماس على هنا. نوطى شويه بالكاميرا عشان الدنيا ايه تبان معانا. نوطى شويه كمان، نرفع ونجهز الارتوازه. هجيب دي هنا بالشكل ده كده، واحط الزاويه بتاعتي على اول الخط بالشكل ده كده. اظبط الزاويه هنا، شايف معانا اهي القلم. بص على القلم هنا، القلم بتاعي اهو. اظبط دي على اول الخط. هنا في منور شويه، لا اروح جايب ايه الكوع تاتش مع ايه مع الزاويه. تمام. طيب كده احنا ظبطنا. فانا عايز اعلم بقى كده خلاص. اعلم بقى ايه ورا. اعلم هنا بقى ورا الثلاث نقط، الثمان نقط اهي. عايز اعلم الثمان نقط. هاخد الاول هنا ايه النقطه اللي في النص اهي، اهي قصاد العلام، واخد ايه علام قصاد ال 45 درجه 135، وادي ايه وأعلم قصاد ال 90 وأعلم قصاد ال 45 وأعلم ورا برضو. آخد نقطة في ال90 وأعلم. نيجي الناحية التانية، معلش بس عشان ايه محدش معايا، فأنا ايه شغال بإيد، ساند بإيد وبصور بإيد. وادي ال90 وادي 45 أعلمها بالشكل ده. أحاول برضه أجيبها لك من ورا أهي بالشكل دوت. أهي أدي العلامات قصاد كل علامة، قصاد العلم ايه بتاعه الأحمر كده. علمنا ايه التمن نقط اللي تحت. هنعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا ايه اقلب الكوع دوت، اجيب دوت الناحية على علامة وأعلم تاني. لا احنا ممكن نعمل حاجة تانية ونعلم العلامة اللي هنا على طول بالشكل دوت. نرفع الكاميرا شوية
طيب انا هجيب الزاويه بتاعتي احطها هنا على اول خط هنا اهوت. طيب حدفة الكوع الاربعة بوصة عاملة كام؟ 152. فاجي على الزاوية على 152 واروح مدي ايه علامة بالشكل ده كده. هنعلمنا ايه السنتر بتاع هنا، واروح جاي الناحية التانية، جاي الناحية التانية احطه على الخط واظبط واعلم 102 وايه 152 اللي هم حدفة الكوع. لازم طبعا الكوع يكون ايه بتاعي ميزان. طيب علمت يمين وشمال، عايز اعلم فوق وتحت، هاجي على الخط اللي احنا طولناه اللي هو بالاحمر دوت اللي هو في النص، احط عليه ايه؟ احط عليه الزاوية، اظبط عليه الزاوية اهو. ننزل بالكاميرا تحت شوية بالشكل ده كده. او حطيت الزاوية بتاعتي على الخط الاحمر اهوت، واروح معلم على هنا واطلع فوق واعلم علامة هنا بالشكل ده اهو. انا خدت علامة تحت الزاوية على الخط الاحمر، خدت علامة تحت وعلامة فوق. اصبح كده احنا علمنا الاربع نقط التسعينات، يمين وشمال وتحت وفوق، بتاع هنا وبتاع تحت. طيب بالشكل ده. طيب انا معلمتش بقى ايه النقط التانية، هجيبها ازاي؟ يا اما هنزل كده، طبعا انا معلم خلاص ان انا النقط اهي نجيبها هنا كده اهي، ادي الاربع نقط، انزل اروح ظابط الاربع نقط على طول، كل نقطة بجنبيها، واكمل بقى ايه واعلم بقية 8 نقط التانيين بالشكل ده. كده انا علمت الثمان نقط بتوع القوة. دي طريقة، والطريقة التانية زي ما قلت لك ان انت بتجيب سنتر نقطة من الاربعة، وبعدين بتضرب بقى القطر في 14 وبتعمل العملية المعتادة ان انت ايه كأننا بنشتغل على ماسورة، وتبدأ تاخد بقى ايه المسافة اللي طلعت على الحاسبة بالمتر، وتعلم بالمتر وتعلم وهكذا. فطبعا بس لو القطر كبير بتبقى صعب شوية. طيب احنا دلوقتي ايه خلصنا اول مرحلة ان انا ايه علمت الاربع نقط، عايز اوصل بقى النقط دي من بعضيها، عايز اوصل النقط دي من بعضيها. فانا وصلتها بالشكل ده كده هيبقى صعب عليا، لان في المفروض في نقط في النص، عايز اجيب بقى النقط اللي في النص، عايز اجيب النقطة اللي هنا واللي هنا. بالنسبة للبطن والظهر سهلة. ازاي سهلة؟ اقول لك ازاي سهلة. الكوع دوت بيبقى محطوط بالشكل دوت ومظبوط، اتاكد ان هو ايه مظبوط. ميزان، نقلب الميزان عشان الميزان بتاعنا يبان معانا. اتاكد ان هو ايه مظبوط، ميزان بالشكل ده. نص القطر كام بتاع الاربعة بوصة؟ 57 مللي. اروح جايب الزاوية بتاعتي، اجيبه كده عشان الزاوية تبان. اروح جايب الزاوية بتاعتي، والكوع طبعا ميزان، واجي في نص الكوع، اجي في نص الكوع واعلم 57 مللي بالشكل ده كده. واروح جاي في الظهر برضو، والكوع طبعا الكوع بيبقى ميزان، لازم الكوع بيبقى ايه ميزان. واروح جاي حاطط في الظهر هنا بالشكل ده كده، واعلم نص القطر اللي هو 57 مللي. طيب نفترض ان الكوع كبير، فانا محتاج ان انا ايه اكتر نقط، عايز نقطة هنا ونقطة في النص ونقطة هنا عشان يبقى دليل ليا
عشان اقدر اوصل. يبقى انا هاخد نقطة هنا 57 واخد نقطة هنا 57 عشان اقدر اوصله. طيب خدنا الظهر وخدنا البطن، ناخد كمان نقطة، نزود نقطة هنا كمان 57 وناخد نقطة كمان هنا 57 بالشكل ده. طب انا عايز بقى النقطة دي، اجيب النقطة دي ازاي والنقطة دي ازاي؟ اقول لك هنحط الزاوية دي بالشكل ده برضو في البطن. هقيس النقطة دي، هقيس النقطة دي لازم تبقى تاتش، وقيس النقطة ديت كده، هقيس المسافة ديت قد ايه، بس لازم طبعا تكون الزاوية المتر او المسطرة عامل زاوية قايمة مع ايه، مع الزاوية دي كده 17 مللي. 17 مللي، اروح جاي هنا واخد ال 17 مللي ومعلم، واخد ال 17 مللي ومعلم بالشكل ده كده اهوت اهو. طبعا كل ما ايه القطر بيزيد كل ما 17 مللي، كل ما النقط بدل ما 8 هتبقى 16. 17 مللي واخد نقطة. طيب اللي فوق، اللي فوق دي هنا في ال90، اللي فوق دي في ال90، فطبيعي لما انا احط الزاوية دي كده طبيعي ان المسافة دي هتبقى 57 مللي، ده نص القطر اهي 57. فاجي هنا واروح واخد برضو السبعة ايه 57 بالشكل ده. واخد ال57 ومعلم. اقدر ان انا ايه توصل بالوسيله اللي انت توصل بيها بقى، توصل مثلا بسلكه بتاعت لحام، سلكه ارجون، بايدك. اهم حاجه شوف انت الاداه اللي انت ايه هتستخدمها. انا عن نفسي هوصل بايدي لان القطر صغير، القطر ما يكبر مش هينفع توصل بايدك، يا اما هتكتر النقط يا اما هتكتر ايه هتزود النقط. اصبح ان انا ماشي في دليل معايا، اصبح ان انا ماشي في دليل معايا، انا مدي نقط مكتر نقط عشان ايه اوصل النقط ببعضيها، في دليل قصاد مني. يعني هنا ما خدناش النقطة اللي في النص اللي هي ايه، نقيسها تاني اللي هي 17 مللي اهي. احط الزاوية واقيس 17 مللي، اروح جاي واخدها هنا 17 مللي الشكل ده كده، واخد نقطة واوصل. اللي فوق نص القطر هيبقى 57 مللي، دي النقطة اللي تبقى في ال90 57 مللي. امسك على 57 مللي واعلم بالشكل ده واوصل. طيب فاضل النقط اللي في الظهر اهي، خدنا اللي في ال90 كذا نقطة اهي. أصبح بقى عندي إيه؟ أصبح عندي دليل اشتغل عليه أهو. بوصل النقط ببعضيها. الطريقة ديت بيبقى مع القطر الكبير، وفي حالة إن أنا محتاج إن أنا إيه أفصل حاجة من كوع. طيب إحنا عايزين نعلم بقى إيه الظهر، برضه نفس القصة. أحط الكوع بالشكل ده كده 90، أحط الزاوية، النقطة بتاعتي فين؟ النقطة بتاعتي هنا إيه؟ هقيسها كام؟ 17 مللي. أروح جاي هنا واخدها بقى إيه، واخد مثلا إيه نقطتين تاني عشان البحر بتاعها كبر معايا. 17 مللي بالشكل ده أهو، 17 مللي بالشكل ده، 17 مللي
ووصل النقط ببعضيها. وصل النقط ايه في دليل اشتغل عليه. وصل النقط ببعضيها. فاضل آخر خط أهو، ده خدناه 17 ملي. أروح جاي هنا واخد 17 ملي ومعلم. 17 ملي ومعلم. 17 ملي ومعلم. وأوصل النقط ببعضيها. هيبقى الكوع بالشكل دوت. هقدر إن أنا بقى إيه أسمي، أعمل دي مثلا إيه، أدي الزيرو 45، ده 90، 135، ده 180، 135، 90، 45، الزيرو. وده هيبقى ايه شكل الكوع بتاعنا بعد ما خططناه وقسمناه. كأننا بنقسم ايه ونخطط ماسورة. عايز بقى ان انا اقطع درجة. طبعا نفترض ان الكوع ده كبير، عايز اقطع مثلا درجة 45 او ايا كان. انا عندي بدل ما انا عندي 4 نقط، نقطة هنا ونقطة هنا، لا بقى عندي 8 نقط. هاخد نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا وأعلم. أصبح الدقة بتاعة الشابلونة أدق ما أنا خدت إيه 4 نقط بس. يبقى بين البحر المسافة بين النقطة والنقطة كبير، فالقطعية ما بتطلعش مظبوطة. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا عايز أعمل شوز دلوقتي. عايزين نعمل شوز، وده إن شاء الله يكون موضوع الحلقة القادمة بإذن الله. فأنا أصبح أنا عندي التمن نقط اللي أنا أحط إيه عليهم النقط بتاعتي بتاعت الشوز وأوصل عشان أقدر أقطع. وأتمنى إن الله يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم ما تبخلوش علينا بكومنت ولايك وشير. وآسفين على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.